نحن في رسالة واضحة اليوم تحذر النظام إما أن يحدث تغيير حقيقي يلبي طموحات وآمال الشعب المصري، وإما الرحيل لأنها الطوفان قادم لا محالة. هذه الرسالة التي حاول النظام بمحاصرة كل الذين خرجوا ليعبروا عنها في أماكن مختلفة من أنحاء القاهرة وربما محافظات مصر كلها، لكنها لن تفلح لأن القمع الأمني رأينا أنه لم ينفع أصحابه حين قامت الثورة التونسية. نحن نتحدث عن مطالب التغيير وإلا فالطوفان قادم لا محالة. ضرورة حل كل المجالس المزورة، شعب وشورى ومحليات واتحاد عمال واتحاد طلاب وكل هذه المجالس ضرورة حلها وضرورة إجراء انتخابات حرة سليمة تأتي بممثلين حقيقيين لهذا الشعب. إن خروج تظاهرات الشعب المصري اليوم ومشاركة تفصيل المعارضة الأكبر في مصر جماعة الإخوان المسلمين لا هو دليل على أن هذا الشعب سيظل وحدة واحدة في مواجهة التبعية وفي مواجهة الاستبداد وفي مواجهة الفساد وفي مواجهة الظلم الاجتماعي. المصريين الشعب المصري إلى الشارع هي بداية وليست نهاية. نستطيع أن نكسر حاجز الخوف لدى الناس، نستطيع أن نتعامل مع السلطة في الشارع، وهذه كلها مكاسب هذا اليوم، وأنا أظن أن تكرار سيؤدي إلى نتيجة لا تأخذ وقتا، إنما هي أكيدة، لأن التغيير على يد هذا النظام من رابع المستقبلات، لأنه أفسد الله لا يصلح عمل المسلمين. تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. 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 نطالب بكل المطالب التي اجمعت عليها القوى الوطنية واجمع عليها الشعب المصري: الغاء حالة الطوارئ، الغاء مجلس الشعب، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعديل المواد الأساسية من الدستور خصوصا المواد 5 و76 و77 و88، إطلاق الحريات وحرية تكوين الأحزاب وحرية إصدار الصحف، محاسبة الفاسدين والمفسدين، إطلاق الحريات لكل الشعب المصري للتعبير عن رأيه بكل وسائل التعبير السلمية. العسكر ساب خط النار، العسكر ساب خط النار، العسكر ساب خط النار، العسكر ساب خط النار. بيضرب علي حصان. تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. تغيير، على النظام اختيار من اثنين: يا يستجيب لإرادة الشعب يا إما يرحل عن هذا البلد ويتولى حكمه من يحدده الشعب.